السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه النهاردة؟ الروتين في اوضة النوم واوضة الاطفال. الاوضة طبعا زي ما انتوا شايفين قدامكم كده ايه متبهدل ازاي، والسرير متبهدل ومدلوج عليه عصير مش مية، التسريحة كمان الدنيا كلها تضرب تقلب. اوضه النوم دي يا بنات مش مجرد سرير ودولاب وكده وخلاص، لا ده مكان بترجعي له بعد التعب، بعد الفرهدة بتاعت اليوم، بعد الفرهدة بتاعت العيال. يعني لو مرتحتش في اوضه نومك هترتاحي فين؟ فعشان كده بحبها دايما تكون نظيفة كده وبتلمع. اول حاجة طبعا ايه لازم اطبق الغسيل. كان عندي غسيل، كنت غاسلة تمام وكده، ولميت الهدوم، جيت اطبقها، غسلت الكوفرتات، غسلت الكوفرتات. لقيت حبة الغسيل قليلين تمام، فرحت قلت ايه اغسل الكوفرتات بالمرة، لان البلكونة الحبال بتاعت البلكونة بتحكمني في كمية الغسيل، لازم اغسل على قد ما البلكونة هتشيل او اقل. تمام، فقلت قلت ايه اغسل الكوفرتات بالمرة. غسلتهم الحمد لله، وديني ايه طبقت الهدوم وكده. م- آه، شوية هدوم هما مش كتير يعني، كده حبة هدوم كده ايه حلوين يعني. الحمد لله يا بنات. انا يعني بحس يعني انا وبطبق شوية الهدوم دول بيبقى فيه حوارات كده، بيبقى فيه حاجات شغلاني، بيبقى فيه يعني دربكة كده في دماغي. بحس وانا بطبق الهدوم دي بحس كأني برتب برضو ايه، برتب دماغي، يعني بحس كأني برتب افكاري. بحس ان انا مش بنظف بس، بحس ان انا بفضي روحي من الكركبة اللي جوه. كل حاجة كده بشوفها وهي متكركبة، وبعدين اشوفها وهي بتلمع، بحس ان انا فيها حاجة كده ايه بتتهوى، بحس كأن فيها حاجة بتتنفس، بحس كأني في حاجات كده في دماغي كانت متشتتة وفاجت، فاهمين؟ ف وبرش طبعا المعطر وكده، ده طبيعي. المعطر ده تحفة يا بنات، تحفة. كده انا روقت، مسحت حتة السيراميك اللي باينة، طبعا ما مسحتش الأوضة كلها لأن الحصيرة جاية من تحت السرير تمام. فبمسح الحتة اللي باينة بس. دخلنا كده على أوضة الأطفال، لقيت كده شوية دربكة في الأرض، بس الكاميرا ما كانتش جايباهم، كان حبة هدوم كده ولعب وحاجات مرمين في الأرض بروجهم. لقيت السبحة بتاعتي كنت بدور عليها، قلت اطبقهم. الاوضه دي يا بنات عالمهم بقى، العالم بتاعهم يعني، العالم الصغير زي ما بيقولوا، العالم الصغير بتاعهم. لو الأوضة دي متروجة ومترتبة ونظيفة وحلوة وما فيهاش كركبة، يبقى بعد الشر عليهم تعبانين أو فيهم حاجة. الطبيعي إن أوضة الأطفال تبقى متكركبة وكلها بهدلة وكلها بتاع، ليه؟ عشان هما دول فيها أطفال، فيها روح، فيها حد بيلعب، حد بيتحرك، حد بيطلع بيدخل كده، فطبيعي. يا رب ما يغيبهم ولا يغيب كركبتهم ابدا يا رب، ويحفظهم لي ويبارك لي فيهم، اللهم امين يا رب، ويحفظ اولادكم جميعا. عالمهم الصغير بيعكس يومهم، بيعكس نفسيتهم. لو الأوضة دي مترتبة قلوبهم هتبقى أهدى، وأنا كمان والله هبقى مرتاحة. بس يعني ايه، يعيشوا ويكركبوا، هنعمل ايه، يعيشوا ويكركبوا يعني. هدومهم الصغنونة كده البريئة دي الحلوة دي، عارفين يعني، والله مش عارفة اقولكم ايه يعني. فيها ريحتهم كده، فيها حضنهم، فيها التيشيرت. انا بحب اشم ريحة عيالي خالص في الهدوم، يعني ربنا يا رب يحفظهم لي يا رب. إيه انا كده ايه لقطت النضاف الحمد لله. ارتحت وانا شايفة الدنيا حواليا بقت شبه قلبي كده، نفسي يروق. يا رب يروق بالي ويروق قلبي يا رب، ويروق بالكم وقلبكم كلكم يا رب، زي ما الدنيا كده ايه اتروق كده. ولو حسيت ان الفيديو حلو سيبيلي كده تعليق كده لو بكلمة حتى، ماشي؟ واشوفكم في فيديو تاني. كوباية القهوة بقى ونطلع البلكونة بعد ما خلصنا. يلا مع السلامة.